تخيل تكون انت الشخص اللي بيقرر مين يستحق ياخد مليار دولار ومين لا، مين المشروع اللي يستحق يفضل عايش ومين اللي لازم يتقفل. دي مش مبالغه، ده احمد بدر الدين. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حكايات الغريب. احمد بدر الدين هو شريك اداري وواحده من اكبر شركات الاستثمار المباشر في الشرق الاوسط، رياده بارتنرز، وكان قبل كده هو الشريك التنفيذي لواحده من اكبر شركات الاستثمار في المنطقه بس قبل ما تقع يعني. لكن خليني احكي لك حكايه حقيقيه. في 2013 كان بدر الدين ورا واحده من اكبر صفقات الاستثمار في قطاع الرعايه الصحيه في مصر. دخلوا في سلسله معامل تحاليل وشركات ومستشفيات خاصه، مش عشان ارباح بس عشان يعملوا تغيير حقيقي في جوده الخدمه الصحيه. كان دايما بيقول احنا مش بنحط بس فلوس في شركات، احنا بنستثمر في افكار قادره انها تبني انظمه وتغير حياه ملايين. وده الراجل بيعرف يقرا السوق مش بس بالارقام، ولانه عارف ان السوق المصري حساس وان النمو فيه بيحتاج صبر وذكاء. احمد بدر الدين اشتغل بصبر وخطه وفهم حقيقي للبيزنس، لانه ما كانش مجرد مستثمر، هو كان طبيب اقتصادي بيشخص حاله السوق وبيعرف امتى يدخل وامتى بيعالج مشاكل الشركات. هو من الناس اللي بيفكر استراتيجيا كويس جدا وبيتابع التنفيذ كانه موظف على الارض، وده كان سر نجاحه لانه بيحط عينه على المستقبل ورجله في التفاصيل. لو انت بتدور على مستثمر او حتى بتفكر تبدا شركتك، اسال نفسك هل الشركه بتاعتك بتحل مشكله حقيقيه؟ هل هتقدر تصبر وتصمد وتقدم قيمه حقيقيه ولا مجرد فكره شكلها حلو على الورق؟ لو عايز تكون شبه احمد بدر الدين لازم تشوف السوق بعين المستثمر وتفكر زي اي رجل اعمال وتحس زي اي مواطن. وما تنساش في اخر كل حلقه اهم حاجه توفيق ربنا. سيب لي في الكومنتس تحت عاوزنا نتكلم المره الجايه عن مين.